السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض سميد الافران، ايوه اللي ينفع افطر بيه او اتعشى بيه او اخد كده في نص اليوم واحده مع حته جبنه اسطنبولي كوبايه شاي. المقادير سهله قوي وبسيطه. عندي كوبايتين ميه، عندي معلقه كبيره خميره، عندي معلقه كبيره سكر، وببدا ادمج الميه مع الخميره مع السكر لغايه لما كل كميه الخميره والسكر تدوب كويس قوي في الميه. طبعا الميه دافيه ولا هي سخنه ولا هي ساقعه، يعني ما ينفعش ميه بتغلي هتموت لي التفاعل بتاع الخميره. بعد كده بكون عندي نص كيلو دقيق، طبعا حابه تضاعف الكميه براحتك. نص كيلو دقيق بنزل بيه الربع الاولاني وابدا اخلط الدقيق مع الميه اللي فيها الخميره اللي فيها السكر اللي سبتها ترتاح حوالي 10 دقايق. ببدأ أخلط نص كمية الدقيق كويس قوي. بعد ما المادة السائلة تشرب كل الدقيق بنزل بيه الربع التاني بالدقيق وابدأ اعجن كويس قوي لغايه لما العجينه تتلم معايا وتبقى زي الفل. بكون محضره عندي ربع كوبايه زيت او 3 معالق كبار زيت، طبعا زيت يكون نضيف وريحته حلوه. ببدأ اعجن كويس قوي لغايه زي ما انتوا شايفين العجينه اتشربت كل المواد الدهنيه. بسيبها تريح لمده نص ساعة لساعة لغاية لما تتضاعف الكمية زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، العجينة عندي يعني ايه ملبن كده طري تحفة قوي. هنا بقى مش هموت الخميرة اللي فيها، لا هنزلها بالراحة كويس قوي كده بالراحة وبشويش من الطبق بتاعي. ابدا اكون رشه هنا كميه دقيق وابدا انزلها على الدقيق بتاعي. بنزل العجينه بالراحه. انا هنا مش بقى بخبط العجينه عشان انزل التخمير اللي فيه، لا انا عايزه على قد ما اقدر احافظ بالتخمير عشان لما اسيبها تتخمر تاني تتخمر اسرع وتساعدني. بلم العجينه كده بشويش على شويه دقيق وابدا بقى هنا ايه، انا هنا بلم تاني العجينه بالراحه اهو. وابدا هنا بقى اقسطها او اقسمها حسب الحجم اللي انت عايزاه للسميد. انا هنا عامله السميد وسط زي حجم الافران. في طبعا الفرن بيعمل منها الكبيره قوي، انا هنا مش حابه اعمل الكبيره قوي، انا هعمل الحجم المتعارف عليه اللي كنا بنشتريه طول عمرنا من الفرن. الكوره دي انا هقسمها ل3، يعني وانا الكوره دي هتعمل لي السميده كلها. الكوره دي بقى ببدا اقسم ايه 3، تمام 2 حسب قلتلك الحجم اللي انت عايزاه. برش كميه دي وابدا ابرم الجزء رفيع قوي كاني بعمل سميد. اول واحده هتبقى اكبر واحده فيهم، اول واحده هتبقى اكبر واحده فيهم. بعد كده 2 أو 3 يكونوا حجمهم زي بعض صغيرين. خلاص بخلص بقى الكمية كلها اللي عندي. طيب انا خلاص ببرم اهو زي السميد. وهشكله بقى ازاي، هشكله ازاي؟ انا قلت لكم اكبر واحدة اللي هي اول واحدة هبدأ الفها كده وابدأ الطرفين الزقهم على بعض وابرمهم، الزقهم على بعض زي ما انتوا شايفين كده وابرمهم. ليه؟ عشان ما تفكش. عملت اهو دايرة. بعد كده بجيب بقى الاجزاء التانية اللي انا عاملاها وابدأ لو هي كبيرة او صغيرة اظبط حجمها وابدأ احطها في الكبيرة وابدأ برضو ايه اثبتها من التحت، من تحت يعني يكون طرفها من تحت السميطة نفسها. عايزة تعمليهم 2 كده تمام، عايزة تعمليهم 3 تمام حسب طبعا الشكل اللي بيريحك. بنقلهم على صينية وابدأ اجيب كوباية فيها مية، حابة تضيفي ليها معلقة لبن، حابة تضيفي ليها معلقة عسل اللي يريحك، وابدأ ادهن وشها وابدا ارش السمسم بتاعي. برضو حابه تسيبيها ساده بسمسم اللي يريحك، بس طبعا اللي بنجيبها من الفرن بتكون بسمسم. الميه هنا عامل مساعد ان يلزق السمسم. بدخلها على فرن درجه حراره 200 لمده 10 دقايق ربع ساعة. أول لما بتحمر طبعا ارفعي الشبكة لأعلى حاجة في الفرن عشان ما نضطرش نفتح الشواية عشان تاخد كلها لون واحد. وشغلي المروحة لو متوفرة عندك، لو مش متوفرة والوش محمرش اديها سنة تحت الشواية. وده الشكل النهائي بتاعها، طرية جدا حلوة جدا هتعجبك قوي قوي قوي، اوفر وانضف من اي مكان هشتري منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.